شاهد الأمر أنه بعد انتهاء مناظرتي مع الدكتور محمد الموسوي كانت هناك لقاء عن أبي بكر الصديق. نعم، لا أسميها مناظرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما كان لقاء مع الدكتور نسيت اسمه منير الغضبان، دكتور منير الغضبان، وكانت فيها طرائف حقيقة هذه، لكن هذا ما أدري هل تعد من المناظرات. أنا أتصور أنها لا تعد من المناظرات إلا إذا أضفنا إليها أسئلة الشيعة الذين كانوا يتصلون، وإلا في الأصل أنها لا تعد من المناظرات. ولكن من طرائف الأمور فقط أذكر أن الدكتور منير حفظه الله تبارك وتعالى يعني كان يتساهل في رواية بعض القصص، لقد تكون في بعض قد يكون في بعض ثانيها ضعف. فكنت أقول له بعد الحوار وكذا، والله دكتور هذه رواية ضعيفة فلو تركتها وكذا. فكان يقول لي والله لو نبهتني، فأنا نبهتك الآن إن شاء الله مرة ثانية كذا. آخر شيء اتفقنا على قضية، وهي أنه يعني أنا أذكر الرواية وهو يقوم بشرحها حتى لا يعني يأتي برواية لا تصحها وكذا. فقدر الله تبارك وتعالى أنه أتى بالرواية. طيب كلمته قلت دكتور يعني أيضا أتيت بها؟ قال والله أنسيت كذا. لكن طبعا هو لكبر سنه ودماثة خلقه ما كنت أستطيع أن أناقشه كثيرا. رجل تعالى خلق عظيم جدا بارك الله. طيب منير الغضبان عن أبي بكر الصديق هذا أظن إن شاء الله تعالى يكون في وقت آخر، لأنه ليس داخلا في مناظرات الشيعة، وإنما تكلم عن مناظرات الشيعة. بعد هذه المناظرة طرح موضوع ألا وهو جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. فقال نريد أن يطرح موضوع جعفر الصادق من يريد أن يشارك فيه. فبعض الإخوة جزاهم الله خيرا اقترح أن أشارك في هذا الموضوع، موضوع جعفر الصادق، فوافقته. وكان معي أخي أبو عمر محمد الخضر، على أساس أننا نعمل معا للتحضير لموضوع جعفر الصادق. ولا أخفيكم يعني حضرنا جيدا لموضوع جعفر الصادق، لأنه كان أعلن عنه قبل شهرين أظن من بدء المناظرة، أن تكون مناظرة عن جعفر الصادق. استعدينا جيدا الحقيقة لهذا الموضوع، وسافرنا أنا وأخي محمد إلى لندن لمناقشة هذا الموضوع. لما ذهبت إلى لندن هذه المرة ذهبت مستريحا، يعني قبل خلينا نقول المناظرة بيوم أنا في لندن موجود، ورتبت أوراقي جيدا، وذهبت في اليوم الأول ومعي 7 ملفات، 7 ملفات معي، وكل ملف داخله 7 ملفات. يعني ملف عن حياة جعفر الصادق، ملف عن مرويات جعفر الصادق، ملف عن الشبهات التي يثيرها الشيعة، ملف عن تلاميذ جعفر الصادق، ملف عن شيوخ جعفر عقيدة جعفر الصادق، ملف عن كتب الشيعة. يعني 7 ملفات حتى، وكل ملف داخله 7 ملفات، يعني فعلا يعني رايح ومليان يعني كما يقولون. فقال اليوم الأول تكلم عن سيرة جعفر ومقدمة في هذا الأمر، فأخذت الملف الأول الذي داخل 7 ملفات. فذهبت إلى هناك، وأخي محمد تقريبا نفسي يظن جهز معه مجموعة من الملفات، ورحنا لهناك. أول ما جلسنا قال لي الهاشمي، قال جاي الدكتور أبو الزهراء اللي هو الحميد النجدي، ومعه أظن محمد الموسوي الدكتور، وقال رافضين يدخلون لأن عثمان الخميس موجود، ما يريدون يناظرون عثمان الخميس هذا الناصبي
يقولون ما نريد أن ندخل معه. فالشاهد أن جلسنا نحن ننتظر، وخرج لهم الهاشمي وكلمهم وكذا. بعد ذلك اقتنعوا ودخلوا، أو اقتنعا ودخلا. فدخلا بوجه مكتحر كل واحد، ولا أذكر هل سلم أو لم يسلم. هم دخلا وجلسا، وما خير إن شاء الله. نبدأ. أنا ما أخفيكم، أنا كوني جهزت معي هذا 7 ملفات، وإلى المستقل ملف داخله 7 ملفات، يعني مليان، يعني مليان جاي مليان. يعني عندي مواضيع كثير بتكلم فيها بخصوص جعفر رحمه الله تعالى. فوجئت، نعم والله الذي لا إله إلا هو، فوجئت. الدكتور محمد الموسوي جاي معاه كتاب، أظن مال جعفر السبحاني، أظن جعفر السبحاني أو غيره، المهم عن جعفر الشرف. والنجدي دكتور معه ورقة فلوسكاب ومشطب عليها وكذا، يعني معفوسة، يعني ما هي متعوب عليها، مو مخططة، ما هي يعني مطبوعة ولا شيء، كلام مخربط وتشطيب وكذا. فاستنكرت حقيقة، معقول يعني من شهرين بلغيهم مو محاضرين، جايين بدون تحضير يعني، أو جايين يفسدون المناظرة، أو يعني هذا الأمر الثالث اللي جاء في بالي، هذولي 24 ساعة يتكلمون عن جعفر الصادق، فهم مليانين من جعفر الصادق أصلا، وحافظين كل شيء عن جعفر الصادق يعني، فما يحتاجون، كله بيتكلمون بالذاكرة، الذاكرة راح تسعفهم كثيرا يعني في هذا الموضوع. فقلت أنا يعني خلاص إذا كان الأمر كذلك خلاص ننتظر حتى نبدأ. وفعلا بدأ يتكلم، ما أدري من، أظن النجدي أو الموسوي، أظن أحدهما بدأ يتكلم مقدمة عن جعفر الصادق. كنت أردت يا أخي محمد أنه يتكلم عن جعفر الصادق كترجمة، وأنا أتكلم عن جعفر الصادق يعني أدخل في قضية روايات جعفر، لأن كنا نخشى أن ما يكملونها ولا نقول كل ما نريد. ولا أخفيكم أنا بعد ذلك ندمت، لأن ظننت أو أيقنت أنه كان في شيء من الاستعجال في هذا الأمر. فالشاهد تكلم الموسوي، ثم تكلم أخي محمد الخضر، ثم تكلم النجدي، ثم تكلمت أنا. فلما تكلمت أنا مباشرة دخلت في تلاميذ جعفر ورواية عن جعفر وكذا، ولم أترجم لجعفر رحمه الله تعالى. حتى إن الموسوي قال لي كلمة، قال يعني ملاحظة الآن كلهم تكلموا عن جعفر بمقدمة إلا أنت. أقول دخلت مهاجما في بداية الكلام. فشعرت فعلا أني كنت يعني مخطئا في هذا، أني يعني بدأت مستعجلا. وكما قلت لكم كان دافعي إلى هذا هو خوفي أن لا يعني يتموا النقاش، وأنهم يعني يتهربون من الاستمرار في هذا النقاش. لكني بعد ذلك علمت أني كنت مخطئا في هذا، وتمنيت أني فعلا كنت يعني أقل عجلة في هذا الأمر. وأنا صريح معكم، يعني أنا أصارحكم بكل ما حدث إن شاء الله تعالى مما أذكر. المهم بعد ذلك يعني تريثت في هذا الأمر. أذكر أول ما بدأ النقاش لا أخفيكم فوجئت بكلمة من الدكتور النجدي أنه قال جعفر الصادق ولدني أبو بكر مرتين. هذه حجة لأهل السنة عليهم، فكيف يقولها الدكتور النجدي؟ فاستغربت أنها خرجت منه، حقيقة استغربت جدا وفرحت بها أنه قال هذا الأمر ولدني أبو بكر، هذه حجة عليهم طبعا. فلما قال هذه الكلمة ثم بعد ذلك استدل بحديث يروى عن جعفر رحمه الله أنه قال حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله
وحديث رسول الله حديث جبريل حديث جبريل حديث الله. فترى على فكرة مذهب الشيعة كله قائم على هذا الحديث. صوروا مذهب كامل قائم على هذا الحديث، لأن ما عندهم أسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أسانيدهم إلى جعفر يعني مبتورة، يعني هم إن وجدوا إسنادا على شروطهم، وإلا على شروطنا ما يصح عندهم شيء أبدا، وإنما على شروط إن وجدوا شيئا على شروطهم فقد يجدون شيئا عن طريق الهادي، مثلا في أو من بصائر الدرجات قد يجدون عن الهادي، يعني إسناد إلى الهادي. فهذا الحديث هو عمدتهم، حديث أبي حديث أبي حديث جدي حديث جدي حديث أمير المؤمنين حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله. إذا أي شيء يقوله الهادي وقاله رسول الله، أي شيء يقوله الصادق وقاله رسول الله، انتهينا من هذا الأمر. وهذا المذهب كله قام على هذا الحديث. فأذكر أنه صدم الدكتور النجدي بعد ما قال هذا الحديث، وإلا أنا من ضمن الأسباب السبعة اللي عندي تخريج هذا الحديث. من قال هذا الحديث يوم جاء دوري في الكلام ويقول له هذا الحديث باطل ضعيف عندنا وعندهم، وجبت طرق الضعف عندهم وذكرت من ضعفهم من علمائهم. والله يا جماعة الخير ما إن شاء الله ما دليت عليكم، احسست بوجهي كأنه بارودة، كان صبينا فصل ماء بارد، يعني صدمنا وصار أصفر وجهه بعد ما ضعفنا هذا الحديث. المذهب كله كما قلنا قام على هذا الحديث، والنقاش كله قام على هذا الحديث. فلما ضعفنا هذا الحديث سكت ولا كلمة. ثم بعد ذلك حاول أن يبرر، يقول لا أنا أدري أن هذا الحديث ضعيف، أو أقول أن هذا الحديث ضعفه المجلسي، ولكن هناك من صحها غير المجلسي، وهم إنه ما ترجع حدودها. واذكر أن بعدها قام يعني يقط خيط وخيط وكذا، وقال أنا بس أنا ما أدري شلون جلست مع هذا الناصبي، أنا لا أريد أن أكمل، لأن أعرف أنه إذا يقول لماذا انتهى خلاص ما في شيء. كل الذي عنده يريد أن يقوله هدم بهدي هذا الحديث. فدور لأي علة إن ما يحضر ما يكمل معانا، وفعلا وكان يريد أن يفصل ويصرخ وكذا، حتى أن الدكتور الهاشمي كان يقول له ما كنت هكذا. وأنا علمت السبب الذي من أجله كان يتصرف هذه التصرفات الرعنة، لأنه كان يريد أن يفسد الحوار، لأنه ما عنده شيء الآن والمذهب انتهى في هذه الكلمات، فكان يريد أن يفسد الحوار، فكان يصرخ ويقاطع، وكان ما كانت هذه عادة الدكتور النجدي. فعلى كل حال فعلا يعني في نهاية الحلقة قال بس أنا ما أجلس مع هذا الناصبي وهذا الناصبي، وخرج وما جاء بعدها. من بكرة وإذا جاء الموسوي ومعه الأسدي جاء مع الموسوي. أذكر لكم طرفة. بعد ما جلسنا مع الأسدي وانتهى النقاش، طبعا الأسدي لا جديد. أذكر كنا نمشي في الصباح من بكرة أنا وأخي محمد خضر، لأني خربته هناك بالمشي، أطلع خليه يمشي. فلما طلعنا وحنا نمشي ولا تمر علينا سيارة فيها يعني موريتاني أو صومالي، إما موريتاني أو صومالي معاه أسرته، وقف بالشارع بلندن ونزل وسلم علينا، ولا يقول لنا أنتم اللي كنتوا أسوا المناظرة في التلفزيون؟ قلنا له نعم. ولا قال ودي أقول لكم كلمة. هو يكلمنا ولا السيارات جت السيارات في الطريقة لفة كاملة يرجع لنا مرة ثانية. انتظرناها طبعا. نعم يا ودي أقول لكم كلمة. قلنا تفضل. طال أسرة كبير. قال أنا شفت المناظرة. قال هذا الذي ناظركم هذا الأسدي. قلت نعم. قال هذا معي في الشركة 8 سنوات أنا وياه في شركة واحدة، والله ما يصلي. يقول ما يصلي وكذاب وغشاش في العمل ولا يداوم ولا كذا ولا هذا. طيب شو الحين صار لبس عمامة وبشت ويتكلم كعالم وكذا وهذا؟ قلت له والله يا ولد احنا ما نعرف، احنا اللي يرسلون لنا
ان يقول هذا يناقشكم، يجي يناقش ما نعرف الاسدي ولا غيره ولا كذا. قال لا هذا انا اعرفه، هذا معي في الشركه هو كذا وكذا وكذا، وتكلم عليه كلام سيء. المهم قلنا والله احنا ما نعرف شيء، واللي يجي حياه الله. فالشاهد انه كملنا مسيرنا انا واخي محمد الخضر بعد ذلك. على كل حال بعدين رجعنا من الغد، والاسدي جلس جلسه واحده الظاهر ما اقتنعوا فيه، رجعوا. من بعد بكره ولا جاينا احمد الصغير، اظن احمد اسمه محمد الصغير، نعم محمد الصغير جاء بعد الاسدي محمد الصغير. هذا محمد الصغير يعني بروحه يعني صراحه يعني فيلم، كل واحد كلمه معنى. يعني اقول لكم في اللي صار في البدايه، كنا جالسين وجاء متاخرا او غير متاخر، كنا جايين مبكرين خلينا نقول. فكنا جالسين انا ومحمد الخضر، ولا اخفيكم سرا ان بعد اليوم الاول يعني بعد ما ذكرنا الكلام عن جعفر الصادق كذا، الملف الاول اللي فيه 7 ملفات ما استخدمنا منه الا نصف ملف، فاذا ما حضرت حق اليوم الثاني نفس تحضير اليوم. جاء الاسدي ولا نفس الشيء، خلصنا ملف ونص من 7 الاولى، فايضا ما حضرت زين. فالمهم جيت اليوم الثالث والله ما اخفيكم ما حضرت الا على التحضير القديم يعني. فجلسنا انا ومحمد الخضر والموسوي لوحده. بعدين قالوا جاي الدكتور محمد الصغير، ما ادري من قال لنا، اظن الاخ عادل ولد عم الهاشمي او عمه الهاشمي اللي هو عادل الحامد الهاشمي اللي هو المخرج، او قال لنا واحد قال له اخ يوسف اسمه يشتغل يعمل في القناه، ما ادري من اللي قال لنا بالضبط. قال اليوم جاي الدكتور محمد الصغير استاذ في الحوزه في العراق وشاعر وعمره 70 سنه 60 سنه، المهم خرعونه يعني جاك الديب جاك ولده يعني. انا على طول مباشره قلت يا ولد الحلال الحين جاينا واحد مصك واحد قوي الان، خل بس تحضر. انا حسب الموسوي نفسه مع الاسدي يعني تحضير جامع، قلت خلنا نراجع معلومات بسرعه. وقعدت اراجع المعلومات يعني افتح الملفات وكذا، عيد الترتيب عيد كذا، حاول تحضر. ما اخفيكم يعني ما اقول لكم ارتبت، لكن حسيت انه يحتاج انه يعني احضر اكثر. وفعلا احنا جالسين واللي يدش علينا الصغير الدكتور، يوم دخل علينا قال السلام عليكم. انا اذكر رديت عليه السلام لكن بصوت منخفض لاني كنت مثل ما قلت لكم قاعد اشتغل بالملفات. محمد الخضر الدكتور الموسى كان قاعد يسولفون مع بعض. محمد الخضر كان لين حيل وياهم يعني يحاول انه يعني يكسبهم كذا، وانا كنت اشتغل بالملفات يعني. فهذا دخل وسلم فقال السلام عليكم، حتى هو كان بصوت منخفض يعني، وسلمت انا بصوت منخفض بس رديت عن السلام. واللي يقول هاي شيني هاي حتى السلام ما يردون. فقلت لا انا قلت له ردينا عليك السلام بس انت ما سمعت. قال يلا اعلم. جلس. المهم يوم جلس ولا الدكتور الموسوي سأل محمد الخضر قال له في كتاب في الكويت مطبوع عن الاحاديث الضعيف صحيح البخاري كذا، مطبوع جامعة الكويت كذا. ولا محمد الخضر رد عليه رد قاسي، اول مرة اشوفه حقيقة يعني يرد بهالطريقة، كان لين معاه هين. فقال له في كتاب جاك له، ولا قال له طيب واحنا هذا ايش دخل المناظرة؟ محمد الخضر يحب الموسوي قال ايش دخل المناظرة؟ وهذا الدكتور صغير طالع يرجع راسه ولا يقول هاي عركة. يقول هاي عركة هوش هذا. فالمهم بدأنا، جاء الدكتور الهاشمي وبدأنا. فلما بدأنا بالحوار فقلنا يبدأ الدكتور الصغير بحكم انه اكبرنا سنا وكذا. فاول ما
بدأ يقول شيء من الشعر، وانا شاعر وانا قلت كذا وانا قلت كذا وانا قلت كذا. انا الصراحة هو يتكلم يعني اقول ايه هذا هي تصير نقاش دسم فعلا، راح نتعب اليوم، راح نتعب بالنقاش. يعني بين نستانس ان جانا واحد ادمي، واحد يعني على الاقل يعني ياخذ في النقاش، واحد يعني ما يعاند هكذا، انسان عاقل كذا، وبين انه يعني انه خوف يطلع قوي جدا وكذا، يعني بين. المهم يوم بدأ يتكلم الموسوي الصغير، واللي يدش على جعفر الصادق مؤسس علم الكيمياء والدورة التناسلية، بعدين قال لا الدورة الدموية والدورة شنو، علم الأحياء وعلم الجيولوجيا وعلم الفلك، كله جعفر الصادق. الدكتور الهاشمي قال لحظة، لا دش فينا شيء، دش معانا بالموضوع اللي احنا قاعد نحكي. الحين وصلنا احنا مرحلة اللي هي الرواة عن جعفر وحديث جعفر، وهذا بدش على موضوع ثاني. فقال له ما يمكن كان نتكلم نفس موضوعين. صارت لجة بينه وبين الصغير، حتى الموسوي يحاول يتدخل يعني يقنع الدكتور الصغير، يعني بس الدكتور الصغير ما يرجع الموسوي. فالمهم ونحن على هذا، فقال الهاشمي الدكتور الصغير لا ما يصير وكذا وهذا، فعصب، هذا عصب حار الصغير، عصب. وهذا انهم احنا جالسين واللي يطلع باكيت السجاير، طلع له سيجاره، بيشرب سيجاره عندنا دخان. فلما طلع السيجاره قلت انا لحظه شنو هذا، ما يشرب سيجاير هنا. فقال الموسوي يا استاذ لو سمحت ممنوع التدخين، ممنوع التدخين هنا. واللي يقول له ها، قال له ممنوع التدخين، هذا عن النقاش وهذا ممنوع التدخين. اللي يقول ممنوع التدخين قال له ايه ممنوع التدخين. واللي يقول زين فج قاعدة يعني بس سيجارة واحدة فقط، سيجارة واحدة. قال له فج قاعدة. واللي يقول له ممنوع، ما ممنوع تشرب سجاير، اللي يقول سيجارة واحدة قال له ممنوع، واللي يدفع من الخيط سفح، واللي يقول نص سيجارة. فقال نص سيجارة. واللي يقول له الموسوي ممنوع تبي تشرب سيجار، قال ايه، قال اطلع برا اشرب، انزع المايك ميكروفون وروح برا اشرب سيجاره وبعدين تعال. قال زين، نزع الميكروفون فعلا وراح برا وبقى شرب على قولته سيجاره، ورجع مره ثانيه. لما بدأوا مو حول يعني صار الطاسه مو معانا، يعني السيجاره غيرت الاحوال تماما.